مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد. مشاهدينا الكرام، اعتبره العلماء هو الركن السادس من أركان الإسلام، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معنا أحد الأساتذة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلونا نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم فهد حسن الجباري، العضو المنتدب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنسق مع أعضاء اللجان عشان تنظيم مهرجان خريف الدوادمي. جميل. أستاذ فهد، من خلال طبعا تواجدك معنا العام الماضي واللي قبله والسنة هذه، ما أدري، ودي أسأل وش الاختلاف اللي صار من ناحية الفعاليات أو من ناحية التنظيم في مهرجان خريف الدوادمي؟ الفعاليات ما شاء الله، يعني السنة دي أفضل من السنة التي قبلها، والسنة التي قبلها أفضل من السنة، يعني الحمد لله في تطور من عام إلى عام، والحمد لله اللجان متكاتفة ومتعاونة على نجاح المهرجان. فيشهد يشهد الجميع والمتواجدين والجمهور بحسن التنظيم وتطور التنظيم، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى بالتكاتف والتعاون وتوجيهات أولياء الأمور، الله يحفظهم. جميل. الأستاذ فهد، ما أدري هل واجهتك عقوبات من الشباب من ناحية فعاليات خريف الدوادمي، من ناحية أنهم يعني تعرف ممكن الشباب قد يكون منهم التهور في الدخول أو خروج القصر، لأنه كما علمنا أنه في مواعيد خاصة بالعوائل وفي مواعيد خاصة بالرجال؟ المواعيد طبعا محددة ومعروفة، من الساعة 4 عصرا للساعة 7 مساء، هذا للعوائل، ثم يبدأ دخول العزاب من الساعة 7 إلى 11:30 مساء. طبعا شبابنا طبعا هم المستقبل، وطبعا ما شاء الله عليهم كغالبية منتظمين ويستجيبون لكل شيء، وإنما هناك يعني بعض الفئات التي فقط يعني تريد أو ترغب بالتوجيه لها، ونطلب من يعني إنهم يعني يتعاونون معنا ويكونون يعني يتقيدون بالأنظمة لكي يستمر نجاح الملتقى والمهرجان. طيب، لو سألناك هل أنت مع أو ضد استمرار مهرجان خريف الدوادمي؟ أنا مع مهرجان الدوادمي وبقوة، مهرجان ناجح وله فعاليات وله جمهوره وله كذلك يعني رغبة في جميع السكان محافظة الدوادمي والمناطق والمراكز التي حولها بالفعاليات الجميلة التي تقام، التي نشكر صراحة بكل جدية، نشكر جميع المنظمين والقائمين عليها على حسن المتابعة وعلى حسن العطاء الذين يبذلونه يوميا. جميل جدا، شكرا لك أستاذ فهد. ما أدري هل لك أي إضافة أو أي ملاحظة أو أي اقتراح لمهرجان خريف الدوادمي؟ ليس هناك إضافة، وإنما أشكر جميع من قام وساهم في هذا التنظيم ولهم الشكر الجزيل. الله يعطيك ألف عافية. إذا أحبائنا الكرام، مشاهدين قناة الأماكن، هذه كانت بعض اللقاءات في فعاليات مهرجان خريف الدوادمي، وبالتحديد مع اللجان المنظمة في مهرجان خريف الدوادمي. لنا لقاءات إن شاء الله تعالى في رسائل أخرى، وبإذن الله تعالى كونوا معنا، ومعكم تدوم الفعاليات بإذن الله تعالى، ومعكم تدوم أيضا جميع الابتسامات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله.